السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة في فيديو جديد عن ماتيريال تيك اوف. الماتيريال تيك اوف السكادولز في الريفت هي نوع من الماتيريال التيك اوف اللي هي تركز على حصر المواد والكميات لكل عنصر بدل التركيز على الخصائص العامة فقط. يعني هي مشابهة جدا للسكادولز اند كوانتيتيز اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده، اللي هي دي. بس هي بتختلف انها بتركز على الماتيريال اكتر. بتتابع الكميات بدقة عالية جدا، وبتجهز لي البيل في كوانتيتي. وكمان كل تعديل في الموديل يعني بيخليني أحدث الكميات، بيحصل لها تحديث تلقائي لو أنا عدلت حاجة في الموديل. إزاي بعملها؟ بروح على فيو تاب، وبعد كده هلاقي ماتيريال تيك اوف. وبعد كده هلاقي في حاجة مالتي كاتيجوري، خلينا نتكلم عليها بعدين. بعد كده نعمل structure columns عشان نشوفها نقارنها هي quantities اللي احنا عملناها قبل كده، ال schedule and quantities. وبعد كده افتح ال- الجدول، فلاقيه جاب لي معظم الحاجات مشابهة جدا لل schedules and quantities. بس في زيادة ان هو جاب لي خانة كاملة كده للماتيريال، كل حاجة مرتبطة بالماتيريال هو جايبها لي. طيب فانا هجيب مثلا هنا family and type، وبعد كده material name، material name، بعد كده material volume. خلينا نجيب material volume فين. وبعد كده unit weight مثلا. كل حاجة مرتبطة بالإلمنت هو جابها لي، فهروح أعمل أوكي. فهو زي ما احنا شايفين كده جاب لي ال- خلي جاب لي الفاميلي اند تايب اند والماتيريال نيم. كبر بس دي كده، والماتيريال فوليوم والماتيريال يونت ويت. واقدر برضو اعمل من sorting and grouping، اعمل grand total. وبرضو اعمل من formatting او في الفوليوم خلي لي calculate total. الاقي حسب لي الكمية الكلية بتاعت عمل جراند توتال، وعمل لي الكمية الكلية بتاعت الخرسانة بتاعت الأعمدة. تمام. نيجي بقى لتاني حاجة، هل ينفع إن أنا أعمل كذا حاجة مع بعض، يجيب لي ماتيريالز مع بعض، الحاجات تانية مختلفة، أعمدة وبلاطات مثلا. اه ينفع. أروح أعمل مثلا، أروح على فيو تاب، وأعمل schedules and quantities، وبعدين أروح على material take offs، هو أعمل مالتي كاتيجوري. وبعد كده هختار material name مثلا. فين خانة الماتيريال؟ بعد كده material volume و... وايه تاني، خلينا في دولي. وبعد كده هلاقيه جمع لي وجاب لي الماتيريال الاليمنتس كلها. يعني هو وولز مع في الحاجات يعني مرتبطة بالوولز وكل يعني والبلاطات والكاميرات، هلاقيه مجمعها كلها. ف وممكن اعمل دلوقتي sorting and grouping، اقول له grand totals او تمام اي حاجة. بعد كده اروح على formatting او الفوليوم، احسبها لي calculate totals. فانا دلوقتي عندي مشروع كامل اهو، حسبت كمية الخرسانة كاملة بتاعت كل الاليمنتس بتاعت كل المشروع. انا هحتاج كمية خرسانة قد ايه كلها، وعدد الاليمنتس اللي عندي. جاب لي ان انا محتاج 6555 متر مكعب.
من الخرسانة لكل الاليمنتس اللي موجودة عندي دي. فهو بيسهل عليا جدا في بتاع الموضوع المالتي كاتيجوري ده، ان انا عندي مبنى في ثانية جبت كمية الخرسانة اللي انا محتاجها منه. بس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.